وبعد ذلك يخرج علينا النائب الذي هو موظف من قبل الشعب أو يمتلك السلطة الشرعية من قبل الشعب، السيد طارق المهدي، وهو عضو لجنة الدفاع داخل البرلمان التونسي، يصرح بصريح العبارة بأن هؤلاء يحملون أسلحة بيضاء ويدخلون عنوة إلى المنازل ويرهبون السكان، وبل احتلوا شهنشير بن فرحات يا وهو مشرف هنشير على الملك شوف منك الخاص، أكمل. يشير على الملك الخاص لمدة سنتين، ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى هنشير أو إلى مزرعة على الملك العمومي. أين هو الأمن والأمان لعائلة بن فرحات أو لقبيلة بن فرحات التي هي تسكن العامرة في هنشيرها أو في حقلها الممتد لمدة 3 سنوات، لا يستطيعون حتى الآن ممارسة العمل الزراعي في منطقتهم؟ أين هو الأمان لما يدخل الإفريقي على التونسي في معتمدية جبنيانة والعامرة ويرهب هؤلاء المواطنين؟ وصرح طارق المهدي بأن هناك عامل خطير وخطير جدا، بأنه يمكن عبور أو تسلل عناصر من بوكو حرام إلى داخل الجمهورية التونسية، وهذا حبر تصريح نائب في البرلمان. وكذلك الأخ العزيز الذي يتحدث عن الأمن والأمان لا يعلم بل لا يفقه بأن الانقلابات العسكرية التي حصلت مع كارفور لابيلفي تستاهلوا أحسن مكان، تستاهلوا هذا الانقلاب العسكري وهم متماهون أو متدربون أو متمرسون على حمل السلاح، وبذلك نحن نقول له بأن ذلك المعطى الأمني هو معطى أمني خطير، وبأن هؤلاء شرعوا لأنفسهم أن يقيموا سجون لأنفسهم داخل الجمهورية التونسية في منطقة جبنيانة والعامرة، بل وضعوا كذلك مجلس قضائي لأنفسهم، بمعنى آخر أن هناك دولة داخل الدولة. وبكل ظل هذه العوامل العسكرية وبكل هذه العوامل الأمنية وبموضوع الأفارقة الذي وقعه قيس سعيد على مستوى مذكرة التفاهم، هو أمر خطير وخطير جدا يهدد وقعه قيس سعيد. نعم وقعه وهو يعلم ذلك جيدا. وقع ماذا؟ وقع ماذا عفوا؟ وقع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي قبض بها الأموال وهي رغيف من فتات. مقابل ماذا؟ مقابل أن يدخل الأفارقة، مقابل أن يوقف تقدم الأفارقة عن طريق البحر لجزر لامبيدوزا والبونتالاريا والماتزارا، بمعنى أنه قام بعرقلة ذهاب الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين إلى ميلوني لأجل عيون كاترين، بينما الأخت صالحة ليبقوا في تونس، بينما أختي صالحة وأمي بشيرة وخالتي علجية تعاني الأمرين لأجل عيون كاترين في صفاقس وفي العامرة وفي جبنيانة وكذلك في المهدية. هؤلاء ذهبوا أقرب المناطق الساحلية إلى لامبيدوزا والعامرة، وهو أصيل ولاية المهدية ويعرف تواجد الأفارقة في المهدية والهجرة الغير الشرعية والقوارب التي تعبر من ولاية المهدية إلى لامبيدوزا. يكذب على حاله ويكذب على نفسه أمام العيان. نتحدث خاصة على مستوى الآن خلوني في موضوع الأفارقة هذا بصراحة. نعم. موضوع أنا ما كنت ألقي له بالا، ويبدو أنكم تعانون منه معاناة كبيرة جدا. نعاني منه معاناة شديدة وشديدة وشديدة. أخي العزيز، المعطى الجيوسياسي والجيوستراتيجي على مستوى شمال أفريقيا متغير. المنطقة تعيش نوعا من التحرر، خاصة من البابع الفرنسي الذي دحره الإخوة النيجيريين والإخوة الماليين والإخوة في بوركينا فاسو بقدوم العنصر الروسي. وبذلك لما خرجت فرنسا من هذه المناطق الصحراوية بمساعدة الصينيين والروس، قام عبد المجيد تبون والروسيون بوضع ورقة المهاجرين على الطاولة، مثل ما فعلوها عن طريق أوكرانيا وبيلاروسيا، مثل ما فعلها طيب رجب أردوغان عن طريق تركيا على حدود دول البلقان. طيب يا المعاركية، لماذا أقحمت أنت الجزائر في الموضوع وهي نفسها تعاني؟ لا، هي ليست تعاني. المنطقة نحن نتحدث على مضيقين على مستوى شمال أفريقيا، وهو مضيق صقلية ومضيق جبل طارق، هم الأقرب النقاط الحدودية إلى أوروبا. الذي سيعاني في نهاية الأمر، لأن الإفريقي الذي يذهب من جنوب الصحراء ليست غايته الجزائر،
بل غايته أن يذهب إلى المغرب عن طريق مضيق صقلية إلى إسبانيا، أو يذهب إلى تونس عن طريق مضيق صقلية إلى إيطاليا. وبذلك هم مناطق عبور وليسوا مناطق استقرار. الاستقرار سيكون في تونس لكي يذهب إلى أوروبا، أو الاستقرار سيكون على مستوى مملكة المغرب لكي يذهب إلى أوروبا، بل هم جسر للعبور، ليس لغاية الإفريقي أن يجلس في المغرب. وهذا تعلمه السلطات الجزائرية والحكومة الجزائرية والمعطى الأمني الجزائري. فلذلك يسهلون تدفق الأفارقة إلى الجزائر ومنه على تونس ومنه على المغرب، لكي تبيح على مشاكل أمنية جيوستراتيجية هامة لكلا البلدين. ويظل شكرا. هؤلاء يعانون من موضوع الأفارقة وهم يتفرجون في هذا المعطى وساكتين. ثانيا أخي العزيز، أختم يا أخي، بقي لك دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. يتحدث على الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل مهد لهذه المظاهرات قبل أسبوع، وحشد فيها 10,000 مواطن تونسي بجمعياته وبمنظماته وبمخرطيه داخل النقابة الشغلية يوم الخميس، وهو يوم عمل داخل درجة حرارة تقدر ب45 درجة في تونس العاصمة في الساعة 11، وهي كانت التحرك الأول للاتحاد العام التونسي للشغل. جعلت من رئيس الجمهورية يذهب على قدميه 9 ساعات كامل منطقة تونس العاصمة لكي يهدئ الوضع ويهدئ من روع المواطنين. إن كانت هذه المسيرة لم تحقق ذلك الأذى لهذه السلطة الحاكمة، فلماذا يهرول الرئيس إلى منطقة الملاسين وإلى منطقة معقل الزعيم ويذهب إلى زيارة المعطلين على العمل داخل المسرح البلدي، ويذهب للاعتصام الدكاترة الذي هو أمام المركز أمام وزارة التربية والتعليم، ويعود أدراجه في 9 ساعات سير متواصل على الأقدام من مكان إلى مكان؟ وبذلك نقول له هيهات هيهات أن تنطلي مثل هذه الأفكار على الشعب التونسي. لقد حقق الاتحاد العام التونسي للشغل مراده، واليوم 28 من شهر أوت هناك مسيرة للجامعة التعليم، وستكون يوما تاريخيا لمثل هذه الجامعة أمام هذه السلطة الحاكمة للمطالبة بمطالبها الشرعية والقانونية أشكرك. على مستوى سلم الأجور. وسيكون هناك، خاصة هذه نقطة مهمة أخي الشرعي، هناك اعتصام، هناك إضراب عام تقرر من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو مطروح على الطاولة، ولم ينقص علينا إلا تحديد موعده لكي نخوض هذا الإضراب العام، وسيكون الصفعة التالية لهذا النظام المنقلب. شكرا. بقى المعركية معنا. طبعا الأخ المعركية سودها كحل أمها، والأخ هذا إبراهيم خلى تونس خالية من المشاكل، مدينة أفلاطون الفاضلة. شوية تكونوا شوية منطقيين نوعا ما. ديزاد تفضل. السلام عليكم، تحياتي. وعليكم السلام. أولا من أين تتحدث يا أخي؟ من أي بئر عميق؟ صار لك 70 سنة معنا في اللايفات، ما قدرت تحل مشكلة الصوت. أولا أريد أن أتدخل في بعض النقاط. النقطة الأولى هي لما تقول أخي أسعد أنه فيه، أنا حتى كلمة أخي تحفظ عليها على كل حال. يا أخي لا تأخيني، ايش طز فيك؟ بزعطة. لا أخيك وطز فيك يا أخي يعني بالزعطة بالمغربي بالزعطة، لا تأخيني. قول مداخلتك. لما تقول مليون ونص جائع داخل تونس، يعني في سائح يروح ينفق أموال وهو جائع، يعني وصلت بك، يعني زادولك في المرتب حتى وليت يعني ما تفرق، وحتى ما عندك فلتر حتى تتكلم. السائح هو إنسان يروح يزور بلد، وللبلد المزار له كل الحق حتى يرفض هذا السائح أو يستقبله. ونحن الحمد لله وجدنا استقبال من إخوتنا التوانسة، ونحن نقدر هذا البلد ونحترمه ونحترم جيرته، ونحن لسنا الذي يريد أن يرمي مشاكله كلها على الجزائر. أقول له يا أخي اتق الله، نحن لا نسبب مشاكل لأحد من الجيران. المشكل الأفارقة هو مشكل موجود في كل دول شمال إفريقيا. أعتقد في ليبيا تجد كثير من المهاجرين الأفارقة،
في تونس، في الجزائر، وفي المغرب. يعني كلنا سواء، كلنا نعاني من هجرة الأفارقة. أما إلصاق هذا المشكل على الجزائر يعني أعتقد أنه شيء من حتى الدول الأوروبية لما تجي وتعتقد أنه تعرف أنه لماذا المهاجرين يأتون إلى تونس، لأنه في جزيرة تسمى جزيرة لامبيدوزا، وهي أقرب نقطة أوروبية إلى أفريقيا. هذا الشيء معروف يا إخوان الكرام. ليش يعني حتى نعرف أن المشكل موجود هنا ونقول أنه نتهم الجزائر؟ يا أخي لا تتهم الجزائر. أنت أصلا قلت أن الجزائر يأتيها لأنها منطقة عبور، ومن بعد ثم تقول أنه نتهم الجزائر. يا أخي أنت تنقد في نفسك، تنقد في روحك، تنقد في من لما تقول أنه الجزائر نقطة عبور. أنا أتفق معك نقطة عبور، لأنه أقرب نقطة إلى أوروبا هي لامبيدوزا وهي موجودة في إيطاليا، وأقرب نقطة إلى أوروبا من جهة المغرب هي موجودة في الفنيدق، وهم يحلقون منها إلى بلد سبتة من إسبانيا، وهناك جيوب إسبانية في بلدنا البلد المجاور المغرب ويهاجرون منها. يا أخي لماذا تريدون أن ترموا مشاكلكم مع الجزائر؟ الجزائر بعيدة، الجزائر لا تعمل إلا خيرا مع جيرتها، تساعدها في الأمن، تتعاون معها في الأمن، وكذلك ترافق من ترافق حتى في قضايا أخرى. لقيت لكم هذا قيس سعيد، لقيت لكم قيس سعيد الضعيف مسكين قاعدين تضحكوا عليه. لو في رئيس تونسي كان وراكم الويل، لكن لقيت لكم رئيس لا أو مسكين شوف أخي لا أسعد، يعيش ولا أنا يعيش. حبيت نحشك في هذه النقطة. أخي الرئيس قيس سعيد ورئيس محترم ويحكم في بلاده، والجزائر ايش من محترم يا ليس لها رجال؟ دخل. أخي أسعد رجاء خليني نكمل نقطتي رجاء. ايش من محترم يا رجال؟ تونس بلد سيد ورئيسها رجل منتخب شرعيا، وهو يحكم تونس حسب الدستور. والجزائر ليس لنا، يا أخي لا ترموا مشاكلكم علينا. الجزائر ليس لها دخل في تونس تماما. تونس لما ترفض مثلا التطبيع هي ترفضها لأنها شعب مقاوم، شعب محترم، اي شعب المقاوم يرفض يا اخي؟ انتم تقيموا علاقات مع شعب مصر ومع يرفض اردوغان ومع الكل شعب يرفض التطبيع، شعب يرفض التطبيع، وهذا هو الشيء الأساسي. وهو كذلك رجل محترم، الرئيس قيس سعيد رجل محترم ويرفض التطبيع. ولقد أغري بكل ما أغري من الإمارات، وأنت تعلم ذلك أخي أسد. الإمارات حاولوا مرارا وهم لم تغريهم هذه الإغراءات، وهم واقفون في سند من هذا المحور الذي يقاوم هذا التطبيع. شكرا أخي أسعد. يعني والسلام عليكم. هذا قيس سعيد يقاوم التطبيع؟ بالله عليك هذاك شكل مقاوم ولا هذاك؟ يا اخي بكل الله يرحم والديك أنا أغادر، والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة يا أخي سير الله. ما عندك سالفة، نفس الخبر يا أخي. صار لك 50 سنة والله فات ما قدرت تصلح الصوت حقك. صوتك من دي بيتكلم من داخل بير، كلام فارغ. جبل مدري إيش، جبل الطور. طلعني أنا بعد أصحاب. السلام عليكم. نزل هذا يا أخي، نزل هذا اللي بيكركر، نزله. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وعليكم السلام. أول شيء أبوس راسك وأبوس إيدك، وشرف كبير ابن العراق وياك، والله نحبك. أهلا من العراق العزيز. أهلا. أبو جبل معروف بالتيك توك، محبوب المغاربة وخادم أهل المغرب وشعب المغرب وملك المغرب. أنا أحكي وياك بكل قلبي، أحسن يوم أنا طلعت وياك. وليش هذا كل هذا الحب للمغرب يا رجل؟ الله أخي، أول شيء أنا أحكي بأهل السنة. أنا كردي وابن كردي، وتعرف الأكراد. الله. ونعم احنا من برزاني. احنا نشكر أهل المغرب وملك المغرب وفخامة جلالة محمد السادس. والله العظيم الملك الوحيد مع أهل السنة، ملك الوحيد مع أهل السنة وبلاد الرافدين وبلاد الشام. احنا نشكر فخامة وجلالة محمد السادس وأهل المغرب. أنتم دائما معنا أخي. لماذا لا تشكر تبون يا أخي؟ لا الله، لا التبون مع احترامات أهل الجزائر. احنا بالعراق أخي نص السجناء احنا عندنا جزائريين. هاي صراحة بالجزائر جاي بيتقاتل مع بيشمركة. تعرف شو بيشمركة؟ الأكراد. بيشمركة أيوة. والمهم احنا ما تخرك والرب الكعبة
ابوس ايدك وابوس راسك، شرف كبير كان. 5 سنين اريد اطلع وياك بس اسمع صوتك. يا لطيف يا لطيف. والله بس ادخل على حسابي، ادخل على حسابي وتعرف منه ابو جبل. وانا حياك الله يا ابو جبل، ابوس حياك الله، من هاي حياك المنبر الله. الشريف مع استاذ ديالي. ايوه والله بس انت، انا اراك تبالغ جدا في حب المغاربه، ما يستاهلوا كل هذا الحب. اخي احنا علمنا الرجوله من المغاربه. المغرب مدرسه الرجوله. احنا تعلمنا. انا دائما اقول احنا نطلب من اهل المغرب، من فخامه جلاله محمد السادس، شلون عندكم سفارات وقنصلات بكل بلد؟ اخي افتحونا مدرسه الرجوله. والله خلينا نروح ونتعلم شنو معنى الرجوله، شنو معنى الحضاره، شنو معنى المغربيه، شنو معنى الاسود، شنو معنى القمه ومعنى. هاي صراحه. ايه احنا بدون مغرب والله ما نعيش. بدون يا اخي انت تبالغ، فخامة يا اخي صلى على النبي. وجلالة محمد اخي انت السادس اخي الشرق انت في الاوسط العراق، ما في. بينك وبين المغرب مراحل، مدى كيف بدون المغرب ما تعيش؟ ايش هذا ما الكلام؟ ايوه اخي احنا نتنفس ويا المغرب، احنا نفسنا ويا المغرب. السياسة المغرب خلانا الشرق الاوسط اليوم نعيش. السياسة فخامة وجلالة محمد السادس خلانا احنا اهل السنة نتنفس. واتمنى تفهم مني وانت انسان. والله ما فهمت والو، كيف تتنفس بالمغرب؟ انا ما فهمت انك تتنفس ايوه بالمغرب. خليني اشرح لك. يعني احنا اهل السنه، انا احكي لك باهل السنه. احنا اهل السنه مخنوقين اخويا. ايوه مخنوقين. الملك الوحيد والشعب الوحيد يساعدنا بالسوشيال ميديا بالاخبار، يقاوم ويدافع عن اهل السنه، يعني المغرب وملك المغرب وفقط. هاي قصدي احنا. يا اخي تبون سني. والله احنا ما نعرفه مع الاسف. الا عبد المجيد تبون رئيس الجزائر بارض المجاهدين والابطال، ما تعرفاش انت؟ لا كيف ما والله. تعرفه؟ شو هذا يشتغلون؟ سني خطير عمي تبون، يعني ما شو يشتغلون؟ حاول تتنفس الجزائر كما تتنفس المغرب عشان ترتاح. لا شو يشتغلوا؟ انت الان ما تعرف شو واحد اسمه عبد المجيد تبون؟ لا والله احنا اهل العراق عدنا نقول بنروح بالدم نفديك يا فخامة جلال محمد السادس وفقط. اي والله مع احتراماتي. اي والله. حاول تتنفس الجزائر عشان تختنق. لا النفس الهواء الصافي بس يومكم اخي. أنا يا جماعة الأخ بالغ شوية، يبدو أنه أصابه سحر أو أصابه سهم أو أصابه شيء. هذا أبو، هذا أنت. إذا أنت يا أخي أنت مغربي، شكلك مغربي أنت. ونعم. أنت والله مغربي. شوف الريحة اخوي، ريحة رجولة. شم ريحة رجولة. يا كان شرف. عيبا، ماذا أصاب هذا الرجل يا مغاربة؟ ايش صلحتوا له الأخير ببيت فرنسا؟ لا ايش سويتوا للأخ هذا؟ تعرف شو عملوني اهل المغرب؟ خلينا أيوة. نجاوبك استاذي. أيوة. اهل المغرب الجامعة احنا نصلي بها المغاربة بنوا اخويا. نعم اخي انا بالسويد أنت شكلك بكيت، أنت كنت تبكي ولا كيف؟ ايه تعرف ليش؟ الشرف كبير انا طلعت وياك اخويا، شرف كبير لي والله. اعتقد لا يا رجل. والله احكي لك صراحة. اي والله احكي لك صراحة. هذا الرجل طيب مسكين. الشرف كبير اني طلعت وياك، وان رب الكعبة واحبك وما يهمني انت، وانت مشهور بالعراق ترى اكراد يحبوك. والله اكراد. حبايبي الأكراد، حبايبنا. أيوة والله خلاص يا أبو جبل، عرفنا حسابك. لا تغير والو، لا تغير الصورة، خلي صورتك كما هي عشان نعرفك. والله يكون شرف كبير وخادم لك وشعبك وبلدك وترابك فوق راس ابن جبل. لا بدون الله إيه. يحفظك يا أخي، الله يحفظك. الله حبيبي يكرمك. كلمات اخرك بس. والله احلى يوم طلعت مع شيخ المغرب. الله هاي خلاص هسه اروح اكل طاجين ورب الكعبه خلاص. شيخ البدو قصدك، شيخ البدو. شيخ يا اخي، شيخ حبيب قلبي، خلي ما تاخرك نزلني في اخوات بالتحت. الله يحفظك يا أخي، الله ينورك، الله ينورك. يلا يا مشرف. شكرا يا أبو جبل، الله يحفظك. هذا ما عدو حب، هذا قدك فيه حالة. الله يستر عليك بس. جبل ابن جبل. يلا صافي. راح جبل. اوكي. شيخ البدو كي داير؟ حوار بكل احترام. السلام عليكم ومساء الخير من التونسيين.
لأني لست بتونس، من التونسيين بالخارج، ولك محبة خاصة للسانك الفصيح وقوة حجتك، وعندما تناقش تبهر وتضغط من أجل استخراج الفكرة من الآخر. فأنا سأبدأ من حيث توقف الجزائري، قال رئيس منتخب. منتخب في ماذا؟ أنت تونسي يا أخي صح؟ أنا تونسي. من الداخل هذا ولا من الرئيس. الخارج؟ في الداخل ولا في أنا الخارج من أنت؟ أنا من الخارج. أنا من الخارج. من الخارج. سأحسن الصوت كي يكون أفضل. يا ريت. تكون إن شاء الله معك أمسية جميلة، مرحبا وتحية مرحبا. لك ولأهل اليمن جنوبا وشمالا، عدن وصنعاء، وإلى بني الأحمر. فلكم من الحب في القلب الكثير. الله وأنا من اليوم. قبيلة عربية سكنت قرطبة من بني الأحمر، أصلها من اليمن، الله. وسكنت الصحراء الغربية في وادي الذهب، وهي مقيمة هناك، وجاء فرع منها وانتصب وسكن منطقة الساحل، واسمها قبيلة أولاد حمزة. فهي اختلطت بأهل الساحل وبالمثاليث، وأصبحت فرعا منهم. فنحن يمنا وتونسيين وغرناطيين وصحراويين أنا ما فهمت، بوادي أنت الآن الذهب. من قرطبة إلى الساقية الحمراء إلى تونس. نعم نعم. فالأصل ثابت ومتجذر. أردت أن أتدخل من حيث قال أن الرئيس منتخب. في ماذا منتخب؟ كيف تم انتخابه ووضع كل المرشحين في السجن؟ أيوة صح. وضع هل أنا متأكد أنك تابعت مسرحية السجن للبطل أبو كلبشة، الحوت، انتخابات الحوت، أبو عنتر. يعني أيوة. لما وضع ذاك الصندوق في السجن في القاووش، ووجد شخص انتخب غيره فعاقبه، والنتيجة في الأخير كانت فاقت 105%. فقال له هذا لا يجوز. قال له كيف لا يجوز؟ عند الحوت لابد من الحوت وزيادة ب5 أصوات للحوت. فهذا وضع المرشح في السجن، وحل هيئة الانتخابات المستقلة ووضع شخص آخر موالي له، وحل المحكمة الإدارية ولم ينفذ قراراتها، ووضع دستورا على مقاسه، ووضع كل المرشحين تحت الرقابة الإدارية. وهذا يقول عليه الجزائري التبوني بأنه رئيس منتخب. في ماذا منتخب؟ هذا رئيس ملتهب، هذا رئيس متعجرف، ولا يعرف حتى يزيف الانتخابات. هناك في العالم يزيفون الانتخابات، فهو لا يعرف. وقال 99%. تتذكرون مبارك لما جاءوه وقالوا له أنك فزت ب95%؟ قال لهم لا بقى ما يصحش كده، حطوا يعني 70%. فوضعوا 70%. حتى التزييف ما يعرفش. هالسيد هذا اللي كان يتكلم من تحت يعني قال لك ما كانش. هذا جزائري يحبكم. اي، ما فما واحد قال انه تونسي، وهو شوف اخي العزيز، الشرع والشرعي واسمكم جميل. يعني إذا قال لكم ما كانش راهو ماهوش تونسي. نحن الكلمة هذه ما نقولوهاش، من الجنوب للشمال ما نقولوش ما كانش ولا نقي. إذا كان قال لك نظام نقي، قل وامشي نقي أنت ونقي متاعك. هذا مخابرات مدسوسين في التيك توك،
عصابة منظمة بأموال. والله يا أخي الكريم ذهبت إلى الجزائر، جزائر البترول، وجدت مدن متخلفة. والله سرقوا لي هاتفي سرقوه. أقسم بالله العلي العظيم شعب منكوب وراء التاريخ. والله لا ذهبت لا إلى يا أخي لو سمحت، لا الذي لا توجه الكلام للشعب، لا لا يعني لا لا قل البعض، قل الذي لا سرقك، لكن الإساءة للمجتمع بأكمله. حاضر. بعدين كلمة شعب هذه أبعدوها، أمرك لأن هذه أمرك تسقط اللايف. أيوة لو سمحت. يا سيدي، أين ذهبت سرق إلى أين مدينة سرق أين الوادي، سرق أين سرق هاتفك؟ في مدينة الوادي، ولاية الوادي، واد سوف. هذه كانت ولاية تونسية تتبع تونس، فقضمتها الجزائر من تونس، فأفسدت الأرض وأفسدت الأخلاق ما هناك. الذي ذهب بك أنت إلى الجزائر أصلا؟ ذهبت هناك بعد الثورة، رجعت. كنت 23 سنة في الخارج، وكنت بجانب الحدود في منطقة دوز. فأحد الإخوة قال لي هيا تذهب معي إلى الجزائر وتشاهد الجزائر وكيف. فذهبت وجدت فضيحة، دولة متخلفة لا يوجد فيها قانون، دولة تعيش بين الفضلات. كيف شعب الجزائر له أن يسكت عن هذا؟ كيف؟ لا تستخدم كلمة شعب، الله يرحمه. حاضر حاضر حاضر. أنا سأعطيك مثال آخر. أكبر مسجد في المدينة، في مدينة الوادي، لا يوجد فيه مكان للوضوء. وكيف ستصلون؟ والله ذهبنا إلى أحد البيوت واستلطفناه، فقال اذهبوا يمينا شمالا ستجدون هناك شخص جزائري فتح حشاكم مرحاض للشارع من بيته. لماذا؟ لأن إذا اكتمل الجامع في الجزائر ستضع يدها المخابرات على الجامع، وهم يتركون معظم مساجدهم غير مكتملة خوفا من الدولة. يا لطيف. هذه الجزائر التي اقتطعت من مدينة بجاية جنوبا إلى أقصى الصحراء إلى غدامس، اقتطعت فرنسا هذه الأرض الطيبة من تونس وأمسكت بها، ثم عند الخروج رفضت أن تسلمها لتونس لأنها كانت تظن ستبقى في الجزائر، لأنها فرنسا كانت تسمي الجزائر الفرنسية، وقطعت من المغرب، وكانت حدودنا متصلة بمملكة المغرب. كانت متصلة بالمغرب؟ نعم كانت متصلة في الصحراء، متصلة. كانت هذه الجزائر هي العاصمة فقط، منطقة صغيرة يكمن فيها الشيطان. هذه نحن ميناء العسكري للجيش التونسي في الإيالة التونسية هو في مدينة بجاية. وأتحدى أي شخص يعطينا وثائق عن جده، ستخرج الأرض والعائلة وعقود الزواج كلها تتبع الإيالة التونسية. تونس كانت تونس كبرى، ولذلك هم يحجمونها، وجاءوا بهذا الشخص الذي انتخب. بماذا انتخب؟ ذهب وحده للانتخابات ووضع المرشحين في السجن ووضع الشعب في السجن ولم يفتح المكاتب للإعلام، وكانت كارثة بكل المقاسات. أما سأثبت لماذا يرجعون الناس من لامبيدوزا ومن الجزر. أخي الكريم، هذه الجزر جزر تونسية. هناك مراسلة من وزارة الخارجية البريطانية لوزارة الخارجية الإيطالية قبل سنة، نصحوهم قبل الاتفاق مع تونس، قالوا لهم صيغوا أن اللاجئين يأتون إلى لامبيدوزا، ولامبيدوزا ليست أرضكم،
هي أرض تونسية تحت الوصاية الإيطالية، وبذلك ترجعون اللاجئين من داخل الدائرة الجغرافية التونسية، وهذه المراسلة موجودة. المسألة الأخرى، السيد يقول لك أنه والله وإحنا وش دخلنا في الأفارقة. أنا أسألك، أنت سياسي وصاحب قسط قوي، هل لنا حدود مع الدول الإفريقية نحن تونس؟ ليس لدينا حدود إلا مع الجزائر وليبيا. حدود برية. أي حدود برية. أيوة. إذن كل المصائب تأتي من الجزائر. أنت جاءوك، ارجعهم إلى مالي، استقبلهم أنت، أعطيهم الإقامة أنت، أعطيهم اللجوء أنت، لكن لا تذهب بهم عبر الجبال وعبر الفيافي وعبر الصحراء وترمي بالعائلات هناك. وشعب تونس شعب طيب، فعندما يأتون هذا معناها عبر الغابات وعبر الجبال وعبر الصحراء، التونسي كريم وطيب يستقبلهم ويمد لهم الماء والأكل. لكن بعدهم قالوا يأتي بنا الجيش الجزائري في عربات كبيرة ويرمينا في الحدود. قالوا الأفارقة قالوا هكذا. الأفارقة هم الذين قالوا هذا. هل هناك ما يثبت هذا الكلام؟ هل هناك بيانات، تحقيقات؟ هذا موجود، هذا موجود تصريحات. هناك إخوة سودانيين تحدثوا في لايفات وتحدثوا في فيديوهات معروفة. هذه الأشياء يعني أنه يأتيك شخص بأوراقه بجواز سفر تستقبله من خلال الجمارك. عندنا 3 مواقع جمارك مع الجزائر، لكن هذه حدود طويلة. بعد ما يسرقون ذهب هؤلاء، لأنك تعلم الماليين مساكين يقطعون بعض الذهب وبعض الأشياء يأخذونها معهم للعصابات وللمافيات. طيب نعم. اسمح لي يا أخي، أنت اسمك حوار بكل احترام، وأنت للأمانة تهجمت على بلد بأكملها ولا ذكرت فيها إيجابية ولا إيجابية يا أخي. هكذا شر محض. أنا أحب أن تكونوا متوازنين شوية، يعني كلهم سيئين في نظرك، كلهم. وين الاحترام اللي بتقول حوار بكل احترام وأنت ما عاد خليت فيهم والو يا صاحبي؟ هل ترضى الآن أن يأتي لك الآن جزائري ويقول عن تونس نفس الشيء، أنه كلكم وكلكم وكلكم؟ لا يستطيع أن يقول شيء. هذا يا أخي، هؤلاء يدخلون إليكم لو كانوا بهذا السوء ما تقبلهم المجتمع التونسي أصلا. أكبر جنسية تأتي إليكم هي الجزائرية، أكبر جنسية. يأتون سياحة، يأتون علاج، يأتون حتى بدون سبب يدخلوا. لماذا الشعب التونسي متفاهم مع القادمون من الجزائر ومع الجزائريين ولم يلفظهم ولم يشتكي منهم ولا شيء؟ ستتفاجأ أنه نحن نستقبل الجزائريين الذين هم على الحدود التونسية، ونحن الجزائريين الذين يسكنون المدن عنابة وقسنطينة والوادي لا نقول لهم جزائريين. امسك عندك، نقول قسنطيني، نقول عنابي، نسميهم بالمدن لأننا نعتبرهم من داخل تونس. وسأعطيك معلومة يا أخي، هذا كما يقول الإخوة المغاربة، التلمساني يعدونه مغربي، واللي في مغنية يعدونه مغربي، أو في قسطنطينية الجزائرية، إذن هو جزائري. هم بذاتهم يقولوا لهم أنت متوانسة ويعايرهم. يعني كانت عيارة، كانت إهانة إلى حد الآن موجودة للشرق الجزائري، لشرقهم وهو غربنا، يقولون لهم أنتم تونسيون. إذا أنا سأحيلك إلى مرجع نهائي يحكم فيما بيننا. أنت تعرف السيد علي بالحاج؟ أيوة، علي بالحاج عنده فيديو يقول لهم ردوا شرق الجزائر لتونس، وهذا موثق. فيديو أعطينا الدليل. وهذا موثق وموجود، واكتب في اليوتيوب يخرج عندك. اسمح لي، علي بالحاج معارض ونعرفوه احنا. اثبت لي الدليل بانه قال هذا الكلام، نتحداك تثبت الدليل. انا ما قلت لك موجود وفي فيديو مسجل وسارسله الى السيد دركا
شوف نتحداك اذا اللي بالحاج قال لك شوف هذا الكلام اللي تقول فيه نعطي لك واش تحب وما نزيدش نطلع مع اسعد. انا سراجي اسعد نتحداه اللي بالحاج معارض ما تكذبش. انت شوف الاسم قالها انا لك اسعد، بعد الاسم شوف اللي راك دايرو ماهوش تاع محاوره، الاسم اللي راك دايرو وادخل بعد الفيديو تاعو تعرف الانسان ذا كيفاش داير يا اسعد. ادخل طيب الفيديو لحظه يا تاعو بدو، انا الصفه تاعو والله ما تاع شوف الصفه تاعو ماهيش تاع انسان. ادخل الفيديو وتعرف الانسان ذا كيفاش داير. انا نرسل الفيديو وانت تدفع ما عادش تخرج حتى في قسط وما حشتيش باموالك والعبه هذه ندفع لك، ما عندك ما تدفع لي. اكشف دركا طلع عن الفيديو دركا. انا دركا ننزل ونرسل الفيديو. صافي. انا ارى انك اكملت واثقلت يا توانسه. التقوى الله، كل من دخل الجزائر ياتي يجي يقول لي بكلام غير يعني شويه مبالغه في الموضوع للامانه. انا هنا يعني سانصف الجزائر والله، يعني سوداويه، نظره سوداويه بشكل مخيف، يعني تصورونهم على انها بلد منهاره وحالتها حال. طيب يا اخي عليك ان تبقى، اتمنى ان تبقى انت والاخ معاركيه. وعليكم السلام. دقيقه اخي الكريم، دعني اسمع كونغستر ثم شيخ البدو، ثم نعود الى عبدو، ثم الاخ التونسي الذي فوق، ثم نعود الى الاخ وين راح هذا الرجل؟ لا قل لا يرجع. هذا الرجل قال كلاما ثقيلا، قل لا يرجع. الفيديو هو من المحافظين، من المعارضين المحافظين، وأنا أعلمه جيدا، يمتلك الحجة والبرهان، ذهب لكي يعطيك الحجة والبرهان. هو محافظ. يرجع الأخ يرجع. ما اسمه حاول باحترام. حوار باحترام. لازم لابد أن يرجع. لا أنا ذي يعمل مداخلته ويمشي بدون ما ننهي معه الأمر ما يصلحش. لازم يسمع الجزائري، لازم يسمع الجزائري. ذهب ليأتيك بالدليل، سيرجع سيعود. صافي تمام، إذن خلاص صافي. تفضل يا كونغستر ثم شيخ البدو. اوكي، السلام عليكم الاخ اسعد. نحيي جميع الناس اليوم في اللايف تاعك. اولا باش تشوف اسعد بلي هذو اللي يسموا روحهم معارضين ناس جاهلين، والدليل على ذلك واش قال لك هذا؟ قال لك باللي الجزائر، قال لك باللي تونس هما يعارضوا ولكن ما عندهمش حلول. ما المعارض نورمالمون ينتقد حاجه اللي تضر بلاده ويقدم حل، هما ما يقدموا حلول، هما ينتقدوا ويسبوا. هذا ما كان، لانهم جاهلين ما عندهم والو في راسهم. لو كان عنده في راسه يقدم. الشعب التونسي يتسنى من ذاك حلول. ما تسب في قيس سعيد. قيس سعيد راجل وانسان شريف، ما تقدروش تسبوه. الشعب التونسي يفهم واش غادي. لا تمدحه انت، لانه مدحك له سيشوه اصلا. لا تمدحه، خليه. لا انا نقول حقيقه انايا. انا ما رايي فيه. اي حقيقه. انت جزائري. نثبت لك بلي هذو الناس جاهلين. لحظه. قيس سعيد سيء. اسمع. قيس سعيد سيء مو سيء. خلي التوانسه يقولوا هذا الكلام. انت لا تشوهه، خليه، لانه مدحك له. ما نشوهوش، نشوههم هما الخراطين هذو هما اللي نشوههم. شوف بلي انسان جاهل قال لك تونس ما عندهاش حدود مع الدول الافريقيه. انا لا اقبلها. هناك مصطلحات بالعاميه انا لا اقبلها. يا اخي هو كي كان يتكلم انت ما تتكلم. اي مصطلحات. هذا خراطي. هذا المنطق البذيء. والله صحيح. كان يقول الجزائر ما فيهاش الماء تاع الوضوء في المساجد. وكان يقول اسمع. والله كلامه يعني ارتقي شويه، بدل كلمه خراطين جهله. لا يعني شويه، خليك شويه. نعم. ان كان رئيس استقلالهم لا اسعدهم. معلش هما كيقولوا علينا كلام قبيح تخليهم يصفنا بالجهل. لا ما خليت. انا وقفتها. نعم جاهل انت صح. لحظه يا المعاركي، انا وقفت عندما حاول ان يعمم مثلا او يسيء او شيء. انا كنت اوقفه لانه كونغستر عاد انا ناوي يعطيك الاشراف في المنصه. حاول كذا تكون منصف، لانه انا بعد ان تكمل مداخلتك ساعرض عليك ان تكون عندي مشرفا بجانب الاخ المغربي. اكمل بهدوء شويه. يا الاخ شوف هذا اللي قال لك باللي هو ما عندوش طبعا انا اللي قلت لك جاهل. قال لك ما عندوش حدود مع افريقيا والافارقه يجوه من عند الجزائر ومن ليبيا. هل الدول الاوروبيه عندها الافارقه؟ هل هي عندها حدود مع افريقيا؟ فلا تبكي الاخرين. يا اخي الناس تهجر، يدخلوا على تركيا، يدخلوا على روسيا، يدخلوا على كل اماكن. لو كان تشوف الاكراد في المانيا عمرين جاوا على روسيا وعلى كيف يقول لك يحب يلقص اللوم في الجزائر. لا يا اخي هو كي يجي عنده فكره في راسه راح يحب يحرق من تونس، يدخل عندك ويحرق عندك، ما تدخلش الجزائر. ولا حب من ليبيا، هو عنده فكره في راسه يلحق ليها.
اما بالنسبه قال لك فان هو هذاك اللي حضر قال لك باللي اراضي عندهم عندنا، والجزائر وفرنسا اقتطعت الاراضي من عندهم ومن عند من مالي ومن النيجر وموريتانيا. يعني قحدوا الدول، فرنسا دات لهم اراضيهم وحنا ردعنا فرنسا ودينا اراضينا ودينا لها الاراضي تاعهم. يعني تعترفوا بينا بان الناس شجعان، فانتم مجتمعين فرنسا دات لكم اراضي ولا لا اسعد المنطقه تاعهم يسبوا في رواحهم. انا لا عندي هما كلهم انا عندي 7 من دول فضلك ولا تدخل فرنسا دات لهم جواب على كلهم اراضيهم المساله ما هذه. قدروش يدافعوا، وحنا وحدنا دينا كاع يا اخي الاراضي. الجزائري لحظة يا يا طارق. طارق انتظر رجاء، قبلك أناس، انتظر. يا كونغستر، مش أنت الذي اقتطعتها، المستعمر الذي كان يستعمرك. نعم أي لحظة. والذي كان يعتبر الجزائر أرض فرنسية، كان يقتطع على أساس أنه يقتطعها إلى فرنسا مش إلى الجزائر. يعني بالتالي أنت كانني ما جاير تتفق. كاني جاير. هما واش يقولوا باللي فرنسا قطعتها باش تديها ليا، وحنا فان فرنسا كانت محتلتنا. هما في كل هذه الدول ما قدروش يسترجعوا اراضيهم، وحنا كي قمنا حرب يعني حررنا اراضينا وحررنا ودينا حتى الاراضي اللي داتهم لهم هما بالمفهوم. ايه ولا لا لا سعد؟ يعني احنا دينا اراضينا ودينا اراضيهم. يعني الجزائريين وحدهم حروا اراضيهم وحروا اراضي تاع 7 دول ولا مش عم دور دايره بالجزائر ديناها احنا. لازم الله يعترفوا بينا. يا كونغستر، كم مرات تفاهمنا معك حول مسألة الأراضي المقتطعة من ليبيا ومن المغرب ومن تونس. اذا ساعه قطعتها مر احنا بالتفاهم. ديناها. احنا من عند ديناها اساسا من عند فرنسا ولا من عندهم؟ الحدود الموروثة عن الاستعمار. إيه، فمورث على احنا حارب عطاتنا كيف ماتوا لها الجيش باش قسطات اراضي وتعطيهم لنا لينا ورثه؟ كيف هذا كلامهم غير منطقي؟ هذو ناس مجانين يا اسعد. هذو احنا الى تقول هكذا يعني الجزائريين تنحانوا لهم، الجزائريين حروا ارضهم وحروا اراضي وداو حتى اراضيكم اللي داتهم لكم فرنسا. يعني احنا حقرنا فرنسا، دينا اراضينا ودينا لها حتى الاراضي اللي نورمالمون تستحيوا لا تقولوا كلام كي من هذا. هذو اراضينا احنا حررناها. اذا انت عندك اراضي على ما حررتهمش كاع واش وكلاء واش لفرنسا. هي حاجه اللي منعتكم؟ انتم وكلاء لفرنسا. خليني نكمل المداخله تاعي. انتم كنت تبهدلوا في وحدكم بهذا الكلام راكم تقولوا فيه. ثم الافارقه احنا الجزائر السياسه تاعنا واضحه من جهه الافارقه. الجزائر ما تقبلش يجوا عندنا فريكسون كما نقولوا ما يخدموا ما والو، قاعدين يطلبوا يقواو يبداو يقواو ويطلبوا يشبهوا كاع الحاله. وكاين في منهم اللي دخلوا في عصابات وكاع. الرئيس تاعنا قال بكل وضوح، قال احنا ما عندناش مشكل ولكن يجوا باتفاق، زعما نقولوا اتفاق تعامل، يجوا عنده التامين الصحي، عنده وين يسكن، يجي يخدم زعما نقولوا بطريقه شرعيه. طيب اما باش يجوا هكذاك هذوك يجوا باش أوكي. يحاربوا. كونغستر، وكل بلاد كونغستر، أنا رشحتك أن تكون مشرفا في القناة، هل أنت تستطيع لا عمري ما درت، ما نعرفش اسعد خليه هو المشرف تدير؟ تاعك. أنا بغيت مشرف جزائري. لكن انا أنا ما لا أثق في أي جزائري إلا أنت. شكرا على، ولكن اسعد معليش انا خلي مش انا ما يديرونجي يكون مشرف من عندهم ولا من عند ماشي. إذا أنت رشح لي واحد، يعني تكون تشرف تسكت اللي بيغلطوا، يعني تطلع على الإخوة الجزائريين الذي أنت تراهم جديرين بالنقاش. إذا فكر لا ترد عليه الآن، فكر ورد عليه في الخاص. أوكي، شكرا لك ننظر ان كونغستر. هذاك الاخ مش عارف يقولوا الجيريان براود ولا هذاك فلسطيني هذاك خرط جزائري. يا أخي، هذاك خرط ما عنده والو. أنت شجاع، أنت هذاك مش شجاع هذاك. ترى انا نقدر نقول لك واحد اللي ما يسبش، مش على بالك واحد يتقلق يزعف ويسب لا، وتقول أنا لي علاش أريدك أنت، لأنك ما تسب أنت، وأنت محل ثقة بالنسبة لي صراحة. شكرا لك أولا، شكرا لك. نفكر في هذا الموضوع نتفكر فيه. شيخ البدو ثم عبده. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وعليكم السلام، مرحبا أخي الكريم، مرحبا. تحياتي لك الأخ أسعد الشرعي وتحياتي لضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الأخ حوار والناقد عبدو والأخ اللي باب البنات صراحة اللي كانت مداخلته متميزة ومسترسلة أيضا وكونغستر ما عجبك؟ وين هو كونغستر؟ أين هو؟ أكمل الآن، أنهى المداخلة كونغستر قبلك. بطبيعة الحال كونغستر دائما أحييه، وأنا كنت أتمنى أن يبقى حتى يسمع مداخلة. أنا اللي نزلتها الأمانة عشان أطلع على الأخ رامي هذا متحدث رائع جدا ما شاء الله عليه. طيب، دائما ما عهدنا من الإخوة التوانسة سواء كانوا رجالا أو نساء
الحوار الجميل والحوار الأكاديمي الراقي، وهذا ما ذكرني به المتداخل قبلا، وأنا أحييه على تلك المداخلة صراحة، لأنه جسد لنا الموضوع برؤية واضحة. المشكلة هي مشكلة الهجرة السرية، ولكن الجزائريين حوروا الموضوع إلى نقط خلاف ما بين الشعوب وما بين كذا وكذا. وللأسف حينما يتكلم التونسي اليوم في 2025 نجد أن الجزائري هو تلك الشخصية الحشرية في المسلسلات المصرية خصوصا، لأنه حينما يتكلم المواطن التونسي ابن الدولة التونسية والشعب التونسي ينتقد حكومته ورئاسته، هذا شيء طبيعي. ولكن من الغير طبيعي والغير معقول هو أن يحشر الجزائري نفسه ما بين الشعب ورئاسة الدولة التونسية. والله شيء غريب صراحة. أنتم أيضا تحشرون أنتم كمغاربة أيضا. لا، نحن دائما تحصيل الحاصل في الحوار، لأنه دائما ما يشار إلى الجارة الغربية، حينما تقاس الجارة الشرقية يشار إلى الجارة الغربية، لأن صراحة الجزائر اليوم أصبحت، وأنا للأسف هذا السياج الطويل الذي يمتد على الحدود الجزائرية، أصبح الشعب الجزائري مفرقا أو فرق المهام، وزع الأدوار ما بينه. مجموعة على الناحية الغربية من السياج، مجموعة على الناحية الجنوبية من السياج، ومجموعة على الناحية الشرقية من السياج، وتستهدف خصوصا ليبيا وتونس. حينما نقارن تونس هي أكبر الديمقراطيات في شمال إفريقيا. تونس أسست فيها أكبر الهيئات السياسية والحزبية. يا أخي لا تنفخوش تونس، لا تنفخوش. لا، هذا الواقع، أنا لا أنفخ، هذا الواقع. أنت تعرف عني أنني لا أجامل ولا أنفخ. لا أحيانا كذا تزيد. لا 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 يطلع لك تونسي بعد شوية ينتفش يشوف نفسه اللي في الكون. لا 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 لا، ذاك شيء يعني، ولكن هذا هو واقع الحال. تونس أخرجت لنا مؤسسة من أعرق المؤسسات السياسية في شمال إفريقيا بعد حزب الوفد المصري، والمتمثلة في تجمع العمال، نقابة العمال التونسية. نقابة العمال التونسية هي من أقدم المؤسسات السياسية في شمال إفريقيا، وهذا بشهادة الجميع. كانت نقابة قوية، كان يقام لها ويقعد في التاريخ التونسي وفي الأحداث السياسية والمتغيرات السياسية التونسية. طيب، هذا شيء جميل في تونس ونعرفه في تونس، ولكن ماذا أخرجت لنا الجزائر؟ هل أخرجت لنا هيئة سياسية متجذرة في التاريخ؟ لا. هل أخرجت لنا هيئة دينية على غرار القيروان أو القرويين في التاريخ؟ لا. هل أخرجت لنا ما عندهم والو، ما عندهم أنتم قيروان وقرويين. لا يوجد أي مدرسة مشهورة في الجزائر إطلاقا. شيخ البدوي يتكلم، الله في أسعد الشرعي شاهد، 3000 متابع هذه هي، والجزائريين هذا آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأنا يعني لا يوجد في تاريخ الجزائر مدرسة بحجم القرويين والقيروان إطلاقا. يتفضلوا ينعطوها لنا، وين هي؟ يجيبوا لنا الدليل. لأنه شخصية الجزائري هنا، وحينما تكلم الأخ التونسي الذي نزل عن الفيديو الذي سجله علي بن الحاج، دائما الشخصية الجزائرية يتحداك ويقول لك هات لي الدليل. أنا سوف آتيه بالدليل، والدليل واضح. الدليل من رئيس الحكومة الانتقالية التي كانت تفاوض، ورئيس المجموعة المفاوضة في اتفاقية إيفيان، بن يوسف بن خدة، من أعرق السياسيين الجزائريين، وله مذكرات. وافتح ضريك انت في جوجل وابحث عن مذكرات بن يوسف بن خدة، وخصوصا كتابه اتفاقية إيفيان. وإن لم تخني الذاكرة فليرجعوا إلى الصفحة 85 بالضبط، والصفحة 110. ماذا تقول؟ تتحدث عن ترسيم الحدود،
تتحدث عن الإرسالية التي بعثتها الحكومة التونسية، لأن الحكومة التونسية استقلت قبل المغرب سنة 1954، ويتحدث عن الرسالة التي أرسلها السلطان محمد الخامس إلى الحكومة الانتقالية الجزائرية التي كانت في مفاوضات إفيان مع فرنسا. ماذا تقول؟ تونس تطالب بالكيلومترية، النقطة الكيلومترية رقم 32 إن لم تخني الذاكرة، والتي مساحتها تقارب 40 ألف كيلومتر مربع، والتي تسمى بقارة الهامل. الإخوة التونسيين يعرفون الجغرافيا، وهي النقطة الكبيرة التي فيها مخازن أو الثروة الكبيرة الفوسفاتية التونسية. هذه المنطقة حازتها فرنسا وضمتها إلى الجزائر. الرسالة الثانية من السلطان محمد الخامس، وأتت الرسالتين في نفس الوقت، إذن هذا كان باتفاق ما بين الحكومة المغربية وما بين الحكومة التونسية. الرسالة الثانية من الملك محمد الخامس رحمة الله عليه تطالب أيضا بعدم إدراج المنطقة الشرقية المغربية في المفاوضات في اتفاقية إفيان. إذن هذا الدليل يا الجزائريين، أتحداكم أنا شيخ البدو أن تنكروه، لأنه هذا رئيس الحكومة الذي كان يفاوض فرنسا في اتفاقية إفيان قبل أن تتكلم أنت أيها المواطن الجزائري، وقبل أن يتكلم كونغستر. هذا هو الذي سطر مع فرنسا اتفاقية إفيان، هذا هو الذي استلم القارة الجزائرية على طبق من ذهب من الحكومة الفرنسية. ويأتيني كونغستر اليوم بكل جرأة ووجه القاصح ويقول لك نحن حررنا الأرض. عن طيب أي أرض حررت؟ شيخ البدو ما تبقى. لحظة هذه النقطة. قال حاربنا على الأرض. أتحداك يا كونغستر. انقطع الصوت يا شيخ البدو، انقطع الصوت. الصوت يا كونغستر، عفوا شيخ البدو. سيترنح ويسقط خلاص ما دام انقطع الصوت. مشرف، إذا أستاذ أنا كذا أرسلت لك الفيديو كاملا وغير منقوص. أرسلته إلى أين؟ إليك. إلين عبر ماذا أرسلت؟ عبر الشات تيك توك. ما أقدر أدخل الخاص الآن، ما أقدر أدخل أيوة. الخاص. أنت تستطيع تفتح الكاميرا وتصوره؟ عندي الفيديو عندي. خلاص إذا هو عند الناقد التونسي صافي. خلونا نسمع الأخ عبدو. شيخ البدو للأسف لم يكمل مداخلته، دائما هو هكذا يترنح. عبدو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تحياتي لك فلا داعي لمداخلته. المشاهدين الكرام اللي راهم هو معك. قال إن كان الفيديو موجود فلن أتدخل وسأنسحب من التيك توك. ما دام عندنا الفيديو فلا داعي لمداخلته. نحن دير المايك لا، المعارضين التوانسه احنا ما عندناش معهم. لا علي أن ينسحب. يا المعاركي لا دير المايك هو سيتحدث. لحظة دير المايك. لحظة أنا من يقول له دير المايك؟ أنا معاركي، هذا حقه وهذه مداخلته وسيقولها، لكني سأطالبه ألا ينسحب كالعادة، يبقى إلى أن يسمع الدليل. إذا حصل الدليل صافي. لا بعدين هو باقي معك ما ننسحبش. صافي. يا أسعد تفضل يا أسعد. شوف راهم يطلعوا غير المعارضين، هذا اللي الفوق هذا هذا حوار باحترام، ولا هذا مناهض وش يسموه حزب النهضه ولا وش يقولوا المعارض. انت كيجي لك معارض هنا يرحم باباك ويعطيك واحد الكلام ويجيب لك السلبيات للرئيس ويقول لك الجزائر تدخل مانيش عارف في الامم المتحده. قال لك في الامم المتحده انه الجزائر تتواطأ على دخول الافارقه. يا أسعد انت لا ما تطلبوش بالدليل.
انت اعطيني دليل انه الجزائر هي اللي والمشكله راها انه تدخل في حتى انت الافارقه هذه، تدخل في عندما اطالبك الافارقه ان الحدود تعطيني تاعها. بشيء حتى انت. يا اخي كيفاش خلا معناتها انا نكذب وهو يكذب، قول له تكذب. علاش الجزائري كيقول لك حاجه تقول له انت كاذب، وهذا ما تقدرش لا تقول لا له، قول له انت كاذب الا لم تحضر الدليل. أنا لا لا أكذب، أنا عندي الدليل. لا لو سمحت دقيقه يا يا كوبي حوار. المايك يا الاخ خليني نتكلم. يا اخينا ايوه، لا حد يفتح يا اخوانا التوانسه. شوف انا احيانا لما المعلومه ما تدخلش ما اتقبلهاش، لكن انا لست مطالبا لا بان اطالبه بالدليل. انت الان تطالبه وهو بيقول لك جاهز وعنده جاهز، لكن هم عندما يطلبوا منكم ايضا ما تقول ليش انا ما عنديش تليفون ثاني، لان هذه عباره كالمعهوده. انت شوف الرجل خرج وراح وجاب اللايف. انت دائما نقول لك ما الذي يثبت. جاب علي بالحاج صح، جاب علي بالحاج يجيب لك تاع الجزائر انه راه الدعم هي اللي راه تدخل في الافاق. قال لك في الامم المتحده واش راه يقول لك، هذه راه يقول راه قبيل قالها لك. الامم المتحده نورمالمون كاينه وثيقه، كاينه ورقه، كاينه صوالح تثبت هذا الشيء. خلينا من الامور هذه. اما فيما يخص الحدود، ما الحدود مانيش عارف. انت يا يرحم بابك سبحان الله، انا ديما نقولها لك يا اسعد. شوف سواء التوانسه سواء المغاربه سواء الليبيين هذو اللي ماشي، شوف الليبيين اللي تابعين لحفتر، التوانسه اللي في فرنسا ولا المغاربه، شي يجي يقول لك هنايا، يقول لك الجزائر دات، حنا دينا الحدود لتونس، دينا ليبيا، دينا للمغرب. معناتها فرنسا والعظمه تاعها كما كانت مستعمرتنا هي دات لهم كامل الارض، وفي الاخر الجزائر دات لها الارض. هذه سبحان الله. يعني انت راكم تهضروا، راكم تقولوا ان الجزائر قويه، تجي هنا في اللايف تقولها للجميع، 3000 واحد يشوف فيك وتقول لهم باللي الجزائر قوه. هذه خلينا منها. اذا كانت انت راك تقول يا اسعد الحدود الموروثه على الاستعمار، انا علاش جيت تهضر معايا كجزائري؟ روح لفرنسا. انت يا هذو المغاربه اللي راهم يقولوا الصحراء الشرقيه ولا الليبيين ولا التوانسه، اهضر مع فرنسا مش عارف ترد لك الارض. انا كجزائري علاش جيت تهضر معايا؟ ولا طبقنا القانون تاعنا حنا كنا نرجعوا الاراضي، نرجعوهم غير مكبر الصوت. لا بدينا دوك حنا نديروا اخلام. هذا حنا كنا نضغطوا على الرئيس ونضغطوا على شنقريحه، نرجعوا اراضينا كامل. عندنا اراضي رانا مخليينها تاع حنا مطبقين القانون تاع الحدود الموروثه على الاستعمار. اما يا اخي اللي بداو هما ما همش مطبقين القانون هذا، والله غير رجعوا الاراضي تاعنا اللي رانا دايرينها في روسنا يا اسعد، رجعوها غير مكبر الصوت. هذا وعد مني. الجزائر ما هيش تدير عليهم، الجيش الجزائري يا عبدو على فكره كلام فارغ. صافي كلام شوارعي والله العظيم، كلام شوارعي، كلام لا يرقى حتى الى النقاش اصلا. كبر الصوت ايش هذاك يا اخي اللي يقول لك انت عارف وما عنده حتى وثيقه. انت ماشي كلام شوارعي. اسمع اللي في بلاد واللي عايش في الارض تاعو وعايش في الحدود ويهضر على بلاده، وهذا كلام مانيش عارف شوارعي. واللي ماشي عايش فيها وحاب يسطو على الارض، هذا ماشي كلام شوارعي. سبحان الله. هاي نهضر على بلادي انا كيفاش كلامي شوارعي، واللي حاب يقول لك بلادي هذه وبلادي هذه ماشي شوارعي. انا ما تهمنيش انت يا اسعدي، انا والله ما تهمني انت. انا نرد على هذا، وانا انت يا الاتجاه تاعك باين يا اسعد، وبعد تقول لي انا هجبتني انا شخصيا. انت راك شخصا في الجزائريين شخصا. كمل اتركني انا خليني نتكلم. انت راك شخصياك تشخصن كونغيستر اللي صاحبك وحبيبك عنده 4 سنين معاك، ومن ذاك تقول له كلام مانيش عارف يعني حال كيفاش يقعد معاك. انا راني نطلع نتناقض، نرد اجمعني، نرد على التونسي، نرد على المغربي. هذا ضرك؟ هل وجعك هذا الكلام؟ راني نرد على التونسي مانيش نرد عليك. انت سبحان الله واش اللي غاضك؟ تعرف لا واش قلقك؟ لحظه انا اقول لك. يعني احيانا قد بنوصل لمستوى رائع في النقاش، انت تجي تقول لي مكبر الصوت. يا اخي بالله عليك ايش يناقشوك الناس في هذه مكبر الصوت؟ ايش يقولوا لك يعني؟ ماذا يمكن ان يناقشوك؟ يعني اقول لك انا انت تتحدث والوقت موجود، وقتك مضمون، ولم نقمعك ولم ناخذ حقك. اخي يعني قول كلاما شويه عشان يناقشوك الناس. يا اسعد يعني نرد عليك. راني قلت لك هذو اللي راهم يقولوا اراضينا ورجعوها، قلت لك اذا حبوا يطلبوا من الجزائر ولا حبوا يجوا يصدموا الجزائر ويدوها، حنا غير مكبر الصوت. هذا واقع. اراضي تاعنا راه بديناها مكبر الصوت، علاش تتقلق منها؟ واقع يا اسعد، راه فيديوهات روح شوف. قلت لك واذا حابين هذه الارض روحوا طالبوا فرنسا، ما نهضروش معاك معنا، ربي يسهل عليك. روح تقاضى مع فرنسا، سواء ليبي تونسي ولا مغربي، هضر مع فرنسا قول لها الاراضي ذي كانت تاعنا منا تردها لكم. سبحان الله يا اسعد. انت راني نرد عليهم، انت علاش تتقلق؟ والله ما فهمت علاش تتقلق. راني نرد عليهم، راهم يقولوا مانيش عارف اراضي ما اراضي. اما هذا اللي راه يقول لك اقدم جامعه واقدم مانيش عارف، يا اسعد والله مهم باحثين.
ماهمش باحثين. الجزائر ابحث تعرف. هذا المغربي اللي راه كان يهضر، هذا بدو الروحان. شوف العالم تاعو مصموا له واحد شيخ جزائري، البدو عبد القادر الجزائري. اسمه شيخ البدو. الشيخ البدو هذا العالم تاعو مصموا له عبد القادر الجزائري. يجي يحكي العالم تاعك انت مصموا لك جزائري. كيفاش جات انت تجي تحكي تقول مانيش عارف وما كنتوش هل ومانيش عارف تستطيع أن تأتينا بدليل أن من صمم علم المغرب هو عبد القادر الجزائري؟ دركا راني حنكوبي صوت، ما تهبطنيش دركا ونجيب لك بالفوطو بالدليل وكلش. ما تهبطنيش، راني كملت المداخله تاعي. ما تهبطنيش دقيقه. يلا سير ما خف نصوروا ونجيبوا لك نصوروا. يلا روح شوف. يلا روح شوف. واحد منكم الناقد او حوارات او حوار بكل احترام. تفضلوا. الناقد. تحياتي أسعد وأسعد الله مساءكم. ندخل في صلب الموضوع، وهذا هو الفيديو للشيخ علي بالحاج. هاته. لا لازم تفتحها نشوفها. ما ينفعش لحظة. صوت. اوكي نفتحه. ارفع الصوت. الله واضح. تعجبوني يا كوارثة، تعجبوني. طالب بالدليل واعطيته الدليل. مزيان صافي. فلينزل صاغرا. هو لا ادري هل سينفذ. لا استطيع ان الزمه. هو الان الكره في ملعبه. هو قال سيسكت ولن يحضر ولن ما ادري ايش. خلوا لما يجي، خلوا لما نرجع لعنده. لا وجوههم قاصحه بزاف. هذا الدليل الأول. يعني الجزائري ليس لديه لا إجابة، يعني إلا البكاء في كل اللايفات. البكاء والعويل والصراخ واللطم. أعطيني عالم جزائري، أعطيني عالم دين مثل تونس رحم الله الطاهر بن عاشور. أعطيني إنسان طبيبة مثل الطبيبة التونسية في جائزة التي أخذت جائزة نوبل عام 1936. لا يوجد. أعطيني شيء يعني سبحان الله تكون فيه الجزائر مفتخرة بابن الجزائر أو بنت الجزائر. لا يوجد. تجد عندهم إلا الكذب والتقية. هم لديهم ماركة مسجلة فقط، يختلفون عن العالم العربي إلا بالسب والشتم والقذف فقط. هذا عرفناه. خليك فيما قيل عنكم أنتم كتوانسة. في ماذا؟ قالوا عنكم كلاما كبيرا. لا تمدون أنتم ولا حاجة. تونس. نعم نحن ولا حاجة. نحن قارة مثل ما يقولون. شوف، لا تمدون ثقافة مع الشعب الجزائري، لا تمدون أي قرابة أو ثقافة أو عادات أو تقاليد، حتى الدين لا يمثلون خراب تونس من الجزائر. والإخوة اللي تكلموا الكل حتى من الأفارقة هي من أدخلتهم النظام الجزائري الذي أدخل الأفارقة إلى تونس، والآن يغرقون تونس بالمخدرات المخدرات والكباب وسرقة التراث. كل شيء سلبي يأتي إلى تونس عن طريق الجزائر. كن على ثقة أن خراب تونس من الجزائر. يريدون تقسيم المنطقة، يريدون. شوف التشويه أنت على المملكة المغربية في ليبيا، في تشاد، في النيجر، في تونس. وصلت بهم سبحان الله الرداء إلى إرسال جيوش أو مرتزقة حتى إلى سوريا. وتعرف اللي الشعب التونسي قوي. أول من أعمل يعني شرارة الثورة أطاحت حتى بعلي عبد الله صالح في اليمن.
والشعب التونسي تضحك. والشعب التونسي تعرفه صحيح وقادر يفعل كل الأشياء، لكن الجزائر يخافون من العدوى، يخافون من ثورة الشعب التونسي، يخوف لأن الشعب التونسي قوي. كم من الجزائر من شعب سبحان الله تنتهك الأعراض في الجزائر. الجزائر زلزال بدون زلزال، الجزائر تحت احتلال عسكري جزائري. يعني احنا نصبح نقول نحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة. الجزائر سبحان الله في عالم آخر، تحت، تصور بلاد تحت الاحتلال العسكري الجزائري. انت محتل اليوم من قيس سعيد نفس الشيء، شوي ايش الفرق بينك انتم؟ أين ذهب بورقيبة؟ أين ذهب بن علي؟ قيس سعيد أين ذهب السبسي؟ وسيذهب قيس بن علي، وسيظل الشعب التونسي، سيظل الشعب التونسي كما استقبل الرئيس قيس سعيد إبراهيم غالي البوليزارو. الشعب التونسي يطالب أيضا باستقبال فرحات مهني رئيس للقبائل، وسنفرض يعني نضع السجاد مرحبا الخياط الآن تطلع بعد الناقد، بعد الناقد مباشرة بيترك لك المجال. نضع السجاد الأحمر إلى فرحات مهني رئيس القبائل، دعموا ونستقبله أيضا بالورود، واحد بواحد. هكذا ستفعلون؟ لا نفعل نعم نفعل. مثلما استقبل إبراهيم غالي نستقبل نحن أيضا فرحات مهني رئيس القبائل، حب من حب وكره من كره. والنظام الجزائري زائل إلى الهاوية. شكرا لك أنا سأخذ مكانك. إضافة جديدة تحت البرلمان الجزائري أن 4 من النيجر هم الآن من يتحكمون في الجزائر داخل البرلمان الجزائري بجوازات سفر مزورة، يتحكمون ويسرقون ويأكلون من أموال الشعب الجزائري مثل ما فعل إبراهيم غالي. وإبراهيم غالي هو الرئيس الفعلي للجزائر. الجزائري لا يفتح فمه على البوليزاريو، ولا يفتح فمها على الإيراني، ولا يفتح فمها على الفرنسي، إلا على دول الجوار. أشكرك، واسمح لي أخذ المكان الخياط. تحياتي. مشرف خذ الناقد، هذا صديقي ممكن أنا أمون عليه وطلع لي الخيط بمخيط. يا حوار أنت أخذت دور، دعني أسمع رامي. السلام عليكم أخي أسعد. السلام عليكم أخي أسعد، بارك الله فيك. مرحبا. شكرا أخي، بارك الله فيك. شكرا. أولا نبدأ نرد على مسألة علي بالحاج. نتمنى أن واحد فقط ما يقاطعنيش أخ أسعد. أولا علي بالحاج هذا شهادته مذمومة. هذا الرجل دعا إلى حمل السلاح والخروج على المؤسسة العسكرية في الجزائر. هذا الرجل كلف الجزائر 10 سنوات من الحرب. هذا رجل شهادته مذمومة ولا تقبل أصلا، لأن الرجل هذا كبد الجزائر 10 سنوات حرب. هذا واحد أخ أسعد. اثنين، مسألة الحدود والإخوة التوانسة اللي طالبوا بترسيم الحدود سواء التوانسة أو المغاربة. أولا أخي أسعد، الحدود اليوم الموروثة على الاستعمار هي حدود معتمدة في الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة. اعتمدت في الاتحاد الإفريقي لكي ينتهي النزاعات الحدودية بين الدول، واعتمدت في الأمم المتحدة لنفس الشيء. اليوم كي نرجع للحدود الموروثة عن الاستعمار، هي حدودنا اليوم هي مرسومة بخيار سياسي لقادة الدول المنطقة في تلك الفترة. محمد الخامس عندما أعطاه شارل ديغول أو المستعمر الفرنسي الاستقلال لم يطالبه بحدوده أو بصحراء الشرقية. نفس الشيء تونس عندما أعطتها الدولة الفرنسية استقلالها لم تطالب بحدودها الحقة كما يقولون. اليوم يجيني في 2025 أو بعد الاستقلال التونسي يقول لي أعطيني قطعة من أرضك. أخي الكريم، إذا كنت اليوم تطالب في أي إنسان بأن يعيد لك حدودك، حمل المسؤولية لمن كان يقودك في تلك الفترة. الناس اللي قادتك في تلك الفترة هي من رسمت لك حدودها بخيار سياسي وبإرادة تونسية مغربية، بينما الجزائريين رفضوا تقسيم الصحراء الجزائرية سنة 57
سنة 57 عندما عرضت فرنسا على الجزائر، على الثورة الجزائرية، استقلال الشمال وانفصال الجنوب، رفضوا وأكملوا المقاومة إلى غاية 1961. هذه هي النقطة الثانية، نقطة الحدود. حاجة ثالثة الأخ الكريم، اليوم الإخوة في تونس يتهمون بإدخال الأفارقة أولا مشكلة الهجرة الغير شرعية هذه مشكلة تعاني منها كل الدول، يعني حتى أمريكا وبعظمتها تعاني من مشكلة الهجرة غير شرعية. حتى الاتحاد الأوروبي واللي هو أقوى تكتل في العالم يعاني من الهجرة الغير شرعية. اليوم الإخوة في تونس بدل ما يلوموا حراس الحدود التوانسة اللي مشرفين على الحدود التونسية، يجيوا يلوموا الجزائر. اسأل نفسك يا أخي التونسي، أين هي حراس الحدود التوانسة؟ الحدود تدار من الطرفين، لا تدار من جانب واحد. اسأل نفسك إذا كان الحدود التونسية في الجانب التونسي متواطئين مع الجزائر، هذا شيء ثاني. وأنا لا أعتقد أن الجزائر تتآمر على تونس، لأنه أمن تونس من أمن الجزائر. هذه النقطة الثالثة. نقطة رابعة يا الأخ الكريم، العلاقة الجزائرية التونسية هي علاقة مبنية على أساس المصلحة وعلى أساس حسن الجوار. اليوم تونس لها مصالح مع الجزائر، نفس الشيء الجزائر لها مصالح مع تونس. علاقتنا مع تونس منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نفسها، يعني ربما تقاربت نوعا ما في فترة قيس سعيد، ولكن لم تكن لنا أي زعم مشاكل مع تونس منذ استقلالنا إلى يومنا هذا. فاليوم المعارضة التونسية للأسف الشديد هم يسيئون إلى تونس، يعني هم يسيئون إلى تونس. اليوم كي يخرج لك معارض تونسي يقول لك أنه قرار تونس الدولة التونسية هذه العظمى قرارها في يد الجزائر، هذا إساءة